بريطانيا والجزائر، وبريطانيا والتلفزيون العمومي الجزائري. أريدكم أن تركزوا يعني وتخرجوا حتى يعني الكناشات تاعكم اللي تسجلوا فيها الحماقة تاع النظام الجزائري. منذ ليس أقل من 24 ساعة، منذ أقل من 12 ساعة، أقول جيدا 12 ساعة، اسمعوا ماذا كان يقول التلفزيون العمومي الجزائري على بريطانيا وعلاقتها مع المغرب. اسمعوا جيدا رجاء. هذا وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرا جديدا لمواطنيها من السفر إلى المغرب بسبب ارتفاع مستوى التهديدات الأمنية التي قد تعرض سلامتهم للخطر، مؤكدة أنه لا يمكن ضمان أمان السفر إلى المغرب في الوقت الراهن بسبب التوترات الأمنية المتزايدة واحتمالية وقوع هجمات إرهابية تستهدف مصالح المملكة المتحدة ورعاياها. ونبهت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها المسافرين إلى ضرورة توخي الحذر والبقاء على أهبة الاستعداد في كل الأوقات أثناء تواجدهم بالمغرب. أنا هذه سميتها سخرية القدر. صدقوني بأن الناس اللي راكم متعودين وتركزوا جيدا فيما أقول، دائما نقول لكم أنه ساعات قبل ما تحدث مثل هذه الأمور، مثلا اعترافات بمغربية الصحراء أو أزمات يعني النظام الجزائري، دائما هناك شيء ما يتجاوز قضية أنه هذه علاقات دولية، أنه لا مجال للصدف، أنه يعني تقريبا قلت لكم سخرية القدر أو العدالة الإلهية موجودة في هذه القضية. هذا أقل من 12 ساعة. اليوم في النشرة الإخبارية الأولى يعني اللي يستفتح بها التلفزيون الجزائري بطبيعة الحال، كان هذا هو الموضوع: بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى المغرب بسبب التهديدات الأمنية وكذا. يعني الأمر يكاد يعني يكون على بالي. قلت لكم أنا ليس لي مصطلح آخر، نخلي لكم المجال لإيجاد مصطلحات أخرى من غير سخرية القدر. في إطار هذا أيضا تعرفوا رانا في نفس الموضوع، لازمنا نبسطوا فقط القضية هذه تاع بريطانيا. تعرفوا بأن النظام الجزائري في إطار الأزمة هذه الجديدة مع فرنسا، منذ اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، راح نرجعوا للموضوع. النظام الجزائري كان يحكي لنا أسطوانة، خرج لنا أسطوانة هي تعويض اللغة الفرنسية بالإنجليزية. ومع من النظام الجزائري كان يريد أنه ولعيون من كان يريد أن يقوم بهذا. يعني نشوف فقط تصريح لسفير بريطانيا، سموها بريطانيا العظمى اللي هي المملكة المتحدة، في التلفزيون الجزائري: في التجارة والدفاع والثقافة إنه لي شرف عظيم أن أمثل المملكة المتحدة في الجزائر، أن أقدر حقا الترحيب الحاد الذي قدمه لي سعادة الرئيس عبد المجيد تبون. العلاقات بين المملكة المتحدة والجزائر قوية وتستند على روح الشراكة والاحترام المتبادل. نحن نتمتع بروابط وثيقة في التجارة والدفاع والثقافة والتعليم. لقد أدركنا رغبة الجزائريين في استخدام اللغة الإنجليزية كوسيلة للتعليم، ونعمل على تنميتها، وحكومتي مستعدة للمضي قدما. تبون شدد لسفير بريطانيا، هنا يقولوا بريطانيا العظمى، لسفير المملكة المتحدة على العلاقات الوثيقة بين البلدين. كان هذا في إطار الأزمة. تتذكروا أنه هذا اللقاء كان وقتها كانت بداية 16 جونفي 2025، الأزمة تاع المؤثرين اللي كنت من وراء يعني فضح القضية هذه في نهاية شهر ديسمبر في فرنسا. وقتها كان في عز الأزمة مع فرنسا، تبون نستقبل سفير بريطانيا، وكان بهرجة كبيرة وتطبيل من التلفزيون الجزائري من القنوات الخاصة على العلاقات الوطيدة مع بريطانيا، وإننا سنعوض اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية مع بريطانيا. معناتها كل شيء كان في هذا الإطار، خصوصا أن بريطانيا بقيت، لأنه في القضية المحورية الوطنية المصيرية اللي هي قضية الصحراء، بريطانيا بقيت كالبلد اللي النظام الجزائري يعول عليه.
تقريبا. لماذا؟ لأنه كان بداية نتكلموا على السنة الأخيرة كانت فرنسا نذكروا بما حدث. Tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense bien sûr en premier lieu au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. بطبيعة الحال هنا تتذكروا اللحظة هذه التي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي رسم ما قاله في رسالته للعاهل المغربي محمد السادس في 30 جويلية 2024 بمناسبة عيد العرش، واعترف بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد. هنا كانت فرنسا، ثم جاءت القضية الاعتراف الامريكي الذي سنسمع اخر حلقاته، ما نروحوش حنا للوراء ولا حاجه، نسمعوا هذا التصريح. تتذكروا القضيه اللي كانت اصلا يعني احدثت ضجه كبرى عند النظام الجزائري. الامريكي دونالد ترامب للشؤون الافريقيه مسعد بولوس في اتصال هاتفي حصري لقناه ميدي ان تي في واذاعه البحر الابيض المتوسط ميدي ان تسجيل تاكيد الولايات المتحده على اعترافها بسياده المغرب على صحرائه بانه قوي ولا لبس فيه. الحقيقه الموقف الامريكي صريح جدا ولا يتخلل باي شك او اي لبس. يعني هذا الموقف عبرنا عنه نحن تكرارا بشكل واضح، وعبر عنه كاتب الدوله ماركو روبيو بوضوح الاسبوع الماضي، وهو نفسه الموقف يلي عبر عنه الرئيس دونالد ترامب لصاحب الجلاله الملك محمد السادس بخصوص اعتراف امريكا التام والكامل بسياده المغرب على الصحراء الغربيه. اعتراف امريكا التام والكامل بسياده المغرب على الصحراء الغربيه، هذا كان كلام مسعد بولس مستشار دونالد ترامب. معناتها في ظرف سنه، اقل من سنه عفوا، اعتراف فرنسي بمغربيه الصحراء كامل، تجديد الولايات المتحده الامريكيه اعترافها بمغربيه الصحراء، وهما كلاهما عضوان دائما في مجلس الامن. بطبيعه الحال يعني انه عضوان دائما في مجلس الامن يدعموا مبادره الحكم الذاتي ويدعموا مغربيه الصحراء، وبقي 3 اعضاء اللي هما روسيا، الصين وبريطانيا، مواقفهم بطبيعه الحال لم تتغير في السنوات الاخيره ولا زال فيها لبس. يعني كان 2 ضد 3، يعني لا زالت هناك لبس في مواقفهم. بل انه النظام الجزائري البارحه فقط قبل ما نروحوا للموقف البريطاني، حتى نعطيكم كل يعني لماذا الرهان هذا تاع النظام الجزائري على بريطانيا كان كبيرا. البارحه فقط كان تذكرنا عفوا وكاله الانباء الجزائريه، راني قلت لكم سخريه القدر، يعني تذكرنا وكاله الانباء الجزائريه بمجلس الامن وما يحدث فيه وفي اروقته بالقياس مع هذه قضيه الصحراء بطبيعه الحال. ويعني انه لا زال يؤكد على، يتكلمون بطبيعه الحال وكاله الانباء الجزائريه تتكلم لنا على الشرعيه الدوليه، على مواقف الدول الاعضاء في مجلس الامن من هذه القضيه. البارحه فقط يعني هذه الامور كلها حدثت، ولكن اليوم وبعد كل ما سمعناه يطل علينا وزير الخارجية البريطاني. وزير الخارجية البريطاني اللي كنا سمعناه قلت لكم منذ فترة ليست بالبعيدة جدا، سمعنا تصريح، وانا كنت ركزت وتكلمت في هذا في بث لم يكن خاص للموضوع، لكن تتذكروا اننا تكلمنا على السؤال اللي كان طرح امام
امام وزير الخارجيه البريطاني حول قضيه الصحراء من نائب وقتها. لا ادري اذا كان معي التصريح، على كل حال تصريح كاملا، لكن تذكروا انه نائب برلماني في البرلمان البريطاني عنده علاقه جيده مع المغرب سال وزير الخارجيه البريطاني حول موقف بريطانيا من قضيه الصحراء، وقال وزير الخارجيه البريطاني انه في اطار علاقتنا التاريخيه مع المغرب ممكن انه تكون يعني مراجعات او تطورات في هذا الموقف. هذا بطبيعه الحال كان كلام وزير الخارجيه البريطاني. نروح الى اليوم وما قاله وزير الخارجيه البريطاني امام البرلمان امام وزير الخارجية المغربي. المملكة المتحدة تعتبر المغرب ومخطط الحكم الذاتي الذي تم تقديمه في 2007 كالحل الأكثر موثوقية وواقعي وبراغماتي، كأساس براغماتي من أجل الوصول إلى حل دائم للنزاع. والمملكة المتحدة طبعا الحال هنا وزير الخارجية البريطاني في تصريح تاريخي بالنسبة لموقف بريطانيا في قضية الصحراء. أقول تاريخي لأننا أمام عضو دائم في مجلس الأمن، أمام ثالث عضو دائم في مجلس الأمن من 5 يدعم طبيعة الحال مبادرة الحكم الذاتي المغربية كالحل الأكثر واقعية والأكثر موثوقية والأكثر براغماتية لحل نزاع الصحراء. معناتها القضية راه تحول قلت لكم تاريخي. بريطانيا موقفها في المسألة هذه كان دائما موقف بطبيعة الحال فيه نوع من الضبابية، والنظام الجزائري أصلا رغم أنه احنا منذ سنة نتكلم على إمكانية التحول في الموقف البريطاني، لكن تعرفوا الاستشراف تاع النظام الجزائري، غياب الرؤية، كانوا يقولوا بأنه بريطانيا بعيدة على هذا الأمر. لهذا النظام الجزائري كان يراهن أصلا على علاقته مع بريطانيا من أجل تعويض العلاقة مع فرنسا، أو من أجل تعويض ربما حتى العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بحكم المواقف تاع هذه البلدين الداعمين لمغربية الصحراء. معناتها صدمة كبرى لدى النظام الجزائري، لأنه هذا الأمر لم يكن منتظر تماما. لهذا نقول لكم دائما أن الإشكالية تاع النظام الجزائري هي ايضا في غياب الرؤيه. انت قضيه تقول انها قضيه محوريه، قضيه وطنيه، كذا حق الشعوب في تقرير مصيرها. النظام الجزائري دائما نفس الروايات.